السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جمع المذكر السالم. سبب اختياري للدرس ده ان انا عايزة اتكلم فيديو تاني بإذن الله عن ملحقات جمع المذكر السالم. وعشان اتكلم عن ملحقات جمع المذكر السالم لازم ابقى مدياك فكرة عن جمع المذكر السالم عشان انت كطالب تعرف تربط الدنيا ببعضها. يعني ملحقات جمع المذكر السالم مبنية على الدرس ده، فلما اجي اشرح الملحقات ابقى ارجع للدرس ده والفيديو ده واسمعه كويس. طب ايه تعريف جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على اكثر من اثنين. بداية التعريف انا يهمني هو ما دل على اكثر من اثنين. المثنى ما دل على اثنين، عشان اوصل للجمع يبقى ما دل على اكثر من اثنين. خلي بالك انا قلت اثنين، عارف لو قلت ما دل على اكثر من اثنتين بالتاء كان بيجي جمع مؤنث سالم. يبقى كلمة اكثر ما دل على اكثر، كلمة اكثر يبقى انا طلعت بره المثنى، انا ما عنديش مثنى، انا عندي كده جمع مذكر سالم. عارف انا لو شلت كلمة اكثر بيجي مثنى، يبقى هو ما دل على اكثر اللي هيبقى زياده عن الاثنين هيبقى ده جمع مذكر سالم على دل على اكثر من اثنين، بزياده واو ونون على مفرده في حاله الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. مش فاهمك؟ تعال خد معايا كلمه فلاح. ادي فلاح دي مفرد، عايزه اجمعها جمع مذكر سالم. اسلم طريقه تجمع بيها وتسني ان المفرد ينزل زي ما هو. اول ما المفرد هينزل زي ما هو حط لي الواو والنون في حاله الرفع او الياء والنون في حاله النصب والجر. يبقى تاني نرجع للتعريف، هو ما دل على اكثر من اثنين. ادي فلاح مفرد، عايزه اخليه جمع مذكر سالم، بنزل المفرد زي ما هو واروح احط له الواو والنون في حاله الرفع او ياء ونون في حاله النصب والجر. اديني امثله على الكلام ده. لما اقول المحمدون فاهمون، جمع المذكر السالم الكلمتين دول المحمدون فاهمون. طب المفرد من المحمدون محمد، والمفرد من فاهمون فاهم. طب انا عملت ايه عشان اوصل من المفرد للجمع؟ ادي محمد كل عليا حطيت لها واو ونون عشان جايه في موضع رفع عشان هي مبتدا. طب فاهم ده المفرد، انا عملت ايه عشان اوصل اخلي فاهم بدل ما هو مفرد جمع مذكر سالم؟ حطيت له واو ونون. طب انت ليه في كل مره حاطه واو ونون؟ ما تحطي ياء ونون. اقول لك مش بمزاجي، انا حطيت واو ونون لان الموقع الاعرابي للكلمه هو اللي بيحكمني. زي ما احنا شايفين المحمدون فاهمون، المحمدون مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم، فاهمون خبر مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. المفرد من محمدون وفاهمون محمد وفاهم. المحمدون جمع مذكر سالم، فاهمون جمع مذكر سالم. المفرد من محمدون محمد، والمفرد من فاهمون فاهم. ايه اللي يخليك وانت بتقول ان جمع المذكر السالم، ايه اللي يخليني محمد اخليها محمدون وفاهم اخليها فاهمون؟ لاني محمد هنا وقعت مبتدا، فالمبتدا بياخد علامات رفع، فبما ان جمع المذكر السالم بيرفع بالواو فانا لازم احط هنا واو ونون في حاله الرفع، ولسه جاي لنا بزياده واو ونون على مفردي في حاله الرفع. ليه حطيت الكلمه هنا واو ونون؟ لان الكلمه هنا واقعه في موضع رفع مرفوعه مبتدا، وادام مبتدا يبقى لازم احط الواو والنون. طب وليه فاهم لما جيت جمعتيها خليتها فاهمون؟ لان فاهمون خبر، والخبر لازم يترفع، وجمع المذكر السالم اذا كانت الكلمه هتترفع ونوعها جمع مذكر سالم يبقى لازم اخليها واو ونون. معناه هو ما دل على اكثر من اثنين عاقلين بزياده واو ونون في حاله رفع او ياء ونون في حاله النصب والجر على مفرده. طب تعالى نكمل. الصانعون المعروف محبوبون، المفرد معايا. تعالى نطلع بقى فين جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم الصانعون ومحبوبون، هم دول جمع المذكر السالم. طب والمعروف ده مفرد، طب المعروف اعرابها ايه؟ يعني ان شاء الله باذن الله توصل لثانوي. ده اسم فاعل عامل لانه اتصل بالالف واللام، فده يصنعون المعروف، المعروف هنا مفعول به. طب اقدر اقول عليها خبر؟ اوعى، الخبر بيتمم. تعال نقول الصانعون المعروف، هل تم عندك المعنى؟ طب ما يعني ليه انت قلتي محبوبون هي الخبر؟ هقول لك لان المعروف هنا ما تممش معنى، ما تممش هي معنى. ده المعروف معمول للصانعون. يا مس انت لخبطتيني. طب انسى، دي الجزئيه بتاعت ثالثه ثانوي بس انا حابه، وبتاعت اولى ثانوي بيدرسوها اعمال المشتقات، احبك وانت كل كلمه قدامك اديك معلومه والله استوعبتها الحمد لله خير وبركه.
مخك جابها كتر خيرك، ما جابهاش هتيجي مع الوقت باذن الله. بس انت كطالب وانت الكلمه دي قدامك، انا كمعلمه واجب من باب ارضاء الضمير اقول لك الكلمه دي ايه، اقولها لك هي دي ايه، وانت مخك يجيبها كتر خيرك، مخك ما جابهاش هيجي الوقت اللي هتدرسها فيها وان شاء الله هتجيبها. طيب المهم الصانعون دي مبتدا مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم، مفردها الصانع. طيب مفردها الصانع لما اجي اجمعها جمع مذكر، ليه جمعتيها الصانعون مش الصانعين؟ لاني ده مبتدا، والمبتدا لازم يكون مرفوع، ولما يكون مبتدا ونوعه جمع مذكر سالم لازم هرفعه بالواو والنون. والمعروف قلت لك دي مش خبر، ده معمول اسم الفاعل. طب انا الكلمتين دول توهوني، اصلا المعروف مش متممه من المعنى، ما اقدرش اقول عليها خبر لان ما تمتش المعنى، ما تمش المعنى بيها. تعالى احنا قلنا ما هو الخبر؟ هو ما يتمم معنى المبتدا، هو ما يتمم معنى الجمله، هو ما يتمم معنى الكلام. لو انا قلت الصانعون المعروف، مالهم الصانعون المعروف؟ مالهم الصانعون المعروف؟ الصانعون المعروف محبوبون، يبقى فين خبري؟ محبوبون. طب الخبر هنا مفرده ايه؟ محبوب. عارف محبوبون ده انا عايزه اقول لك طوب الارض بيعملوها ايه؟ اقسم بالله لما العيال بيجي يجمعوا محبون، جابوها منين محبون؟ الله اعلم. هو العيل بقدره قادر الكلمه من محبوب لما يجي يجمعها جمع مذكر سالم تبقى محبون. يا عم ايه اللي جاب محبون؟ عارف ايه اللي بيخلي الطالب يغلط؟ الكلام اللي انا لسه جايله لك هنا. الطالب بيغلط عندما بيجمع جمع مذكر سالم او بيثني اني ما اخدش الكلام اللي انا قلته، هي مفردها محبوب. يبقى اكتب المفرد اول حاجه قبل ما تثني ولا تجمع، اسلم شيء عشان ما توصلش من محبوبون لمحبون. ما ادي الطلبه من محبون والله بلقاه من محبوبون دايما القاها محبون والله العظيم. ليه؟ لان هو مش عارف الطريقه الصح، الف ب تجمع صح وتثني صح. نزل لي المفرد اول حاجه، خلاص نزلت محبوبون. لو الكلمه محبوب دي واقعه في موضع رفع يبقى هتحط لي الواو والنون وكتر خيرك. لا محبوب دي هنزل المفرد زي ما هو، واقع في موضع نصب او جر يبقى هخليها بالياء والنون. تمام كده؟ يبقى الف ب، واوعى تتكبر على العلم، اوعى تقول ده حاجه بسيطه. والله العظيم الاتخن من العباقره واللي دخلوا الطب كانوا يغلطوا في الحاجات دي لسبب سرعه، اعتماد على الذكاء، غرور الطالب خده. اسلم شيء لما باجي اجمع جمع مذكر سالم او بثني اكتب المفرد، وبعد كده بعد ما اكتب المفرد انزل علامه الرفع او علامه النصب والجر. نرجع لمرجعنا. انا عندي هنا محبوبون خبرها، وعرفت ليه خبر؟ لان هو اللي تمم المعنى. خبرها هنا مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. ليه حطيت الواو والنون؟ لان خبر، والخبر بياخد علامات رفع، وبما ان الخبر هنا ده نوع جمع مذكر سالم يبقى لازم احط الواو والنون، ما اقدرش احط الياء والنون. كونك تحط واو ونون او ياء ونون مش بمزاجي ولا مزاجك، مش احنا المتحكمين. موقع الكلمه من الاعراب هو اللي بيحكمني. اذا كانت الكلمه واقعه في موضع رفع مكانها مرفوع لازم تكون مرفوعه، يبقى ساعتها انا احط واو ونون. لا هي في موضع نصب او جر يبقى انا بحط ياء ونون، او ياء ونون في النصب او الجر. طب تعالى بص معايا. يحترم المجتمع المتفوقين. يحترم فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم، والمجتمع فاعل مرفوع علامه رفع الضمه، والمتفوقين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء. ايه نوع كلمه المتفوقين؟ جمع مذكر سالم، مفردها المتفوق. ليه المتفوق بقيت المتفوقين بقدرة قادر؟ لأن والله أنا جمعتها جمع مذكر سالم. طب وليه اخترت الياء والنون؟ لأن هنا مفعول به، ومفعول به لما تبقى جمع المذكر السالم يقع إعرابه مفعول به، هنا إعرابه مفعول به، يبقى ما اقدرش أحط الواو والنون، أحط الياء والنون. عشان كده قلنا في التعريف أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. هنا في حالة نصب، وأدام في حالة نصب يبقى لازم حضرتك تحط لي الياء والنون. تعالوا نبص على المثال اللي بعده. أحب الاهتمام بالمجتهدين. تعالوا ندور فين الكلمة اللي تقع جمع مذكر سالم. جمع المذكر سالم هو آخر واو ونون أو ياء ونون. بس هقول لك على كلمة مهمة خالص، على حاجة مهمة جدا. بعد ما أخلص الشغل على جمع مذكر سالم حتة تكة معينة تاخد بالك منها وأنت بتستخرج جمع المذكر السالم. فين هنا في الجملة دي جمع المذكر سالم؟ أحب دي مش جمع مذكر سالم، دي فاعل، والاهتمام دي مفعول به اصلا ومش جمع مذكر سالم، ده مفرد. بالمجتهدين الباء حرف جر، والمجتهدين اسم مجرور وعلامه جره الياء. يبقى فين جمع المذكر سالم؟ اهي.
طب عرفت منين ان دي جمع مذكر سالم؟ والله انا اختبرت الكلمه، شلت الياء والنون كده، لقيت رجع لي المفرد لقيتها المجتهد، اتاكدت ان دي جمع مذكر سالم. دي اول نقطه. طب النقطه اللي بعد كده، انت ليه خدت دي بالذات جمع مذكر سالم؟ لان جمع المذكر سالم اخره ياء ونون او واو ونون، واو ونون في حاله الرفع وياء ونون في حاله النصب والجر. طيب انت ليه هنا جريتي بالياء والنون؟ علشان قبلها حرف جر، لان لسه جايله ياء ونون في حاله النصب والجر. ادي اهو خدنا في حاله النصب اللي هي المفعول به. هنا حاله الجر بالمجتهدين، يبقى هنا اعرابها اسم مجرور وعلامه جره الياء. يبقى ارجع تاني، جمع المذكر السالم بنحط على المفرد واو ونون في حاله الرفع، مبتدا خبر او فاعل او اسم كان او خبر ان. بس انا مش عايزه اطير بيك في اي حته، لكن الحته اللي تلزمك دلوقتي ان جمع المذكر السالم بياخد واو ونون في حاله الرفع اذا كان مبتدا خبر فاعل. ده شغلانتك انت لحد 5 ابتدائي 6 ابتدائي. جمع المذكر السالم ياخد واو ونون اذا كان اسم كان، اذا كان خبر ان. كل مرحله بتوسع معاك سنه، انت جمع المذكر السالم ياخد الواو والنون كمان في مواضع تاني. لكن لحد دلوقتي انا اللي مر عليا في خلال الامثله ان جمع المذكر السالم هنا مبتدا وخبر فاعل. ده كلام من لحد 5 ابتدائي، مبتدا خبر فاعل. يبقى جمع المذكر سالم اخره واو ونون، مفعول به اخره ياء ونون، اسم مجرور اخره ياء ونون. تمام كده؟ تيجي الترم الثاني مضاف اليه اخره ياء ونون اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم، اذا كان مثنى او جمع مذكر سالم. يبقى ركز معايا تاني. احب اللي يهتم المشاهدين فين جمع المذكر سالم بالمجتهدين. اتاكدت ازاي؟ رحت والله دريت كده الياء والنون بقت بالمجتهد، رجع المفرد اتاكدت ان دي جمع مذكر سالم. طب ليه حطيت ياء ونون؟ حطيت وياء ونون لان جاب لها حرف جر، وانا لسه جايله جمع المذكر السالم واو ونون في حاله الرفع، ياء ونون في حالة النصب وحالة الجر، حالة النصب وحالة الجر، حالة النصب عشان مفعول به، حالة الجر عشان اسم مجرور. قدر المجتمع معلمي الأجيال. قدر المجتمع معلمي الأجيال. قدر ده فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصال بشيء، والمجتمع فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. المجتمع قدر مين؟ قدر معلمي منصوبة بالياء. طب انت شكلها غريب يا مس، مكتوب معلمي، هي اصلها معلمين الاجيال. تمام كده؟ راح جي بعد يواد جمع المذكر السالم جي ايه؟ جي مضاف اليه. المضاف اليه اول ما يلاقي نون مثنى ونون جمع مذكر سالم يديهم بالقلم على وشهم، تروح النون تطير وتخف وتجري فريره. اوعى تحط النون بتاعه المثنى وجمع المذكر سالم بعدها المضاف اليه. المضاف اليه قوي شويه، عافي بزياده. اول ما يلاقي نون المثنى وجمع المذكر السالم هم اصلا بمجرد ما بيشوفوه مش هياخدوا القلم، هم بيفروا على طول. يبقى انا ايه سبب الكلمه دي؟ هي اصلا كانت معلمين، امال ايه اللي خلاها بقت معلمي؟ عشان جاي وراها مضاف اليه، لان نون المثنى وجمع المذكر سالم بتطير لو وراها مضاف اليه. طب هي طارت، ده يغير اعرابها؟ لا والله ما هيغير اعرابها، هيبقى مفعول به منصوب علامه نصبه الياء. يبقى ارجع تاني سريعا، جمع المذكر سالم عشان تجمع جمع صح اول حاجه اكتب لي المفرد الاول، وبعد كده حط لي الواو والنون او الياء والنون. حط لي الواو والنون في حاله النصب في حاله الرفع، وحط لي الياء والنون في حاله النصب والجر. تمام كده؟ يبقى تاني اجمع جمع المذكر السالم اول حاجه عشان تجمع صح نزل المفرد. طب بعد ما نزل المفرد احط واو ونون ولا احط ياء ونون عشان اخليه جمع مذكر سالم؟ شوف موقعه في الجمله ايه؟ مبتدا خبر فاعل. انا بتكلم عن طالب سنه 5 عشان ما حدش يقول طب ولسه ده في وفي ده رفع تاني. انا بقول طالب سنه 5 بتاع جمع المذكر السالم. مبتدا خبر فاعل حط لي واو ونون، مفعول به حط لي ياء ونون، اسم مجرور حط لي ياء ونون، مضاف اليه ترم تاني حط لي ياء ونون. تمام كده؟ يبقى جمع المذكر سالم يرفع بالواو والنون اذا كان مبتدا خبر فاعل. طب فاعل زي ايه؟ هقول جاء المعلمون من المدرسه. المعلمون هنا فاعل مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. يبقى طالب سنه 5 يحفظ ايه؟ جمع المذكر السالم امتى يا واد بياخد الواو والنون؟ هيقول ايه؟ مبتدا خبر فاعل. امتى يا واد ياخد الواو والنون؟ اوعى تحط له حاجه غير الواو والنون، مبتدا خبر فاعل. حتى لما اجي اقول لك سن الجمله، يعني اقول ايه؟ جاء
المهندس من المصنع. جيت قلت لك سني يا واد الجمله دي، وانت بتسني اوعى تسني جاء، اوعى تسني جاء، الفعل في بدايه الجمله لا يسن ولا يجمع. هسني المهندس، وانا بسني اسال نفسي المس قالت نزل المفرد زي ما هو، دي اول حاجه. واجي اسال نفسي احط واو ونون ولا ياء ونون، احط واو ونون ولا ياء ونون، بس اوعى تنسى انا حفظتك. حط واو ونون. عارف ليه هتحط واو ونون؟ عشان جايله لك واو ونون مبتدا خبر فاعل، واو ونون مبتدا خبر فاعل، حدث انك انت عشان ما حدش النبي يدخل ينط على المفروض يقول في موضع رفع تاني. انا بتكلم على الطالب بتاع سنه 5 وبكررها كل مره. حاكم ربنا يكفينا شر النفوس اللي بيقعدوا يترصدوا للبشر، ربنا يعافينا منهم. تمام كده؟ يبقى في موضع رفع مبتدا خبر فاعل، مبتدا خبر فاعل. اول ما تلاقي الجمله موقعها من الاعراب مبتدا خبر فاعل واو ونون، لقيتها مفعول به ياء ونون، ياء ونون، لقيتها اسم مجرور ياء ونون. طب وهنا هحط ياء ونون؟ اوعى، هتحط ياء بس وتنصب بالياء، وتنصب بالياء عشان مفعول به، ما تحطش نون عشان وراها مضاف اليه. طيب في شروط عايزاك، في بعض الحاجات عايزاك تبقى عارفها، دي معلومات تبقى لازم عندك. من شروط الاسم اللي بيجمع جمع مذكر سالم ان يكون علم المذكر عاقل خالي من تاء التانيث. مش فاهمه، مش فاهمه. طالب يا عيني ولد بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه اسمه حمزه، امه سمته حمزه وفرحانه بيه حمزه. عايزه اقول لك ان اللي اسمه حمزه ده ما بيجمعش جمع مذكر سالم. امال بيجمع ايه؟ بيجمع جمع مؤنث سالم. حمزه، حمزوات. يا سلام والله العظيم، بيجمع حمزوات. يعني اي كلمه اخرها ومعاويه وطلحه، اي اسم ولد اخره تاء مربوطه اوعى تجمعوا جمع مذكر سالم، هيجمع جمع مؤنث سالم. زي حمزه حمزوات، يعني يا بخت اللي سمى اسم حمزه، هيجمعوا جمع مؤنث سالم. تمام كده؟ الحمد لله. فبيجي حمزه ما بيجي حمزوات، يبقى بلاش اي حاجه اخرها تاء مربوطه، اوعى تجمعوا جمع مذكر، هو بيجمع جمع مؤنث. بعد كده اي كلمه مركب تركيب اضافي او تركيب مزجي. يعني عبد الله ده ما مركب تركيب اضافي. يعني ايه كلمه عبد الله؟ الواد اللي اسمه عبد الله اسم الله عليك ده اسمه عبد الله، اسمه تركيب اضافي لان من جزء عبد والله. فاي مركب تركيب مزجي او تركيب اضافي اوعى تجمعوا جمع مذكر سالم. يعني عبد الله ده ما يجمعش جمع مذكر سالم. طيب الا يكون اسم جنس مش مثل رجل. يعني ايه؟ انا عندي رجل، الرجل ده بيدل على جنس ان هو راجل، راجل. يعني انا عايزه افرق ما بين انا عندي دلوقتي الناس واقفه جنب بعضها، فاقول ده راجل ده ست، ده راجل ده ست، يبقى كلمه رجل دلت على جنسه. انا عرفت ان ده، انا قاعده مش عارفه اقول لك مين اللي واقف قدامي ده، فتقول لي ده راجل وراجل وست وست، يبقى انت بكلمه رجل حددت لي جنس. فلو الكلمه دلت على اسم جنس ما تجمعش جمع مذكر سالم زي كلمه رجل. الا يكون صفه لمذكر عاقل. مش فاهمك. الا يكون صفه لمذكر عاقل بمعنى الا يكون على وزن افعل الذي مؤنثه فعلاء زي اصفر صفراء. يعني الكلمه اللي اسمها اصفر، اللون اللي اسمه اصفر، اجمع على جمع مذكر سالم؟ اقول لك لا. ليه لا؟ عشان وزن مؤنثه فعلاء. يبقى اللي على وزن افعل اي كلمه اصفر احمر اخضر، اي كلمه على وزن افعل لما تيجي تجمعها، عايز تجمعها جمع مذكر، اقول لك اوعى تجمعها جمع مذكر، اوعى. تقول لي ليه؟ اقول لك لان مؤنثها فعلاء، حمراء، صفراء، خضراء. يبقى اي كلمه على وزن افعل اوعى تجمعها جمع مذكر. ليه؟ عشان مؤنثها فعلاء. الا يكون على وزن فعلان زي ايه؟ جوعان، عطشان، ظمآن. الكلمات دي انا ما اقدرش اجمعها جمع مذكر سالم. ليه انا ما اقدرش اجمعها جمع مذكر سالم؟ لاني مؤنثها فعلة. جوعان فعلة، لان جوعان جوعة، عطشان عطشة، ظمآن ظمأة. يبقى ما اقدرش اجمعها جمع مذكر لان مؤنثها فعلة. يبقى ما كان على وزن افعل ما يجمعش جمع مذكر، زي اصفر عشان مؤنثه فعلة. اللي على وزن فعلان عطشان جوعان ظمآن اوعى تجمع جمع مذكر لان مؤنثه فعلة. بعد كده الا يستوي فيها المذكر والمؤنث. يعني ايه؟ مش فاهمك. الا يستوي فيها المذكر والمؤنث يعني انا عندي الرجل والست، اقول على الرجل صبور والمراه صبور، الست دي اقول عليها عجوز والرجل ده اقول عليه عجوز. فالكلمات دي اللي بيتساوى فيها المذكر والمؤنث
ما اقدرش اجمعها جمع مذكر سالم. يبقى الا يستوي فيها المذكر والمؤنث، الكلمات اللي بيتساوى فيها المذكر والمؤنث ما تجمعهاليش جمع مذكر سالم. يبقى سريعا ايه اللي مش هجمع جمع مذكر سالم؟ اي كلمه اخرها تاء مربوطه، اي مركب تركيب مزجي او اضافي، الا يكون اسم جنس زي رجل، الا يكون على وزن افعل مؤنث وفعلاء، على وزن فعلان مؤنث وفعلة، الا يساوي فيها المذكر والمؤنث مثل عجوز وصبور. خليك فاكر ان خلاصه الدرس قلت لك اول خطوه علشان تجمع جمع مذكر سالم نزل المفرد، وبعد كده نزل واو والنون او الياء والنون. حط الواو والنون او الياء والنون بمزاجي، اوعى بتبص على الكلمه موقعها في الاعراب ايه وبتحددها. لو هي مبتدا خبر فاعل يا طالب سنه 5 مبتدا خبر فاعل حط الواو والنون، لو هي مفعول به حط الياء والنون، لو هي اسم مجرور حط الياء والنون، لو هي مضاف اليه ترم تاني حط الياء والنون. افرض كان اخر حاجه المجمع المذكر السالم واقع في موضع نصب وجاي بعده مضاف اليه، يبقى تشيل النون خالص، اوعى تحط النون خالص عشان وراها مضاف اليه. واتكلمنا عن شروط الاسماء التي تجمع جمع مذكر سالم، وايه الحاجات اللي ما نجمعهاش جمع مذكر سالم. كان من ضمن الحاجات اللي ما نجمعهاش جمع مذكر ما اخره تاء مربوطه او مركب تركيب مزجي او اضافي، الا يكون اسم رجل، الا يكون صفه لمذكر، يعني ما يجيبش حاجه على وزن افعل مؤنث وفعلاه او فعلان مؤنث وفعله، او يستوي فيها المذكر او المؤنث. بصوا يا ولاد في حاجه مهمه عايزه اقولها لك بالنسبه لحركه النون والحرف اللي قبل الياء في جمع المذكر السالم. بص معايا على المثال ده عشان تفهم. كرمت الدوله المعلمين، يا رب الدوله تكرمنا. بص بقى معايا، المعلمين دي جمع مذكر سالم، النون بتاعتها مفتوحه والحرف اللي قبل الياء مكسور. خليك فاكر ايه معنى الكلام ده. يكسر ما قبل الياء في جمع المذكر سالم في حالتي النصب والجر. يعني لما تيجي تنصبها على انها مفعول به او تجرها على انها اسم مجرور، اوعى تنسى الحرف اللي قبل الياء حط له كسره، والنون نفسها حط لها فتحه. قبل الياء كسره والنون فتحه، تمام كده؟ اوعى تنسى المعلومه دي، انا قلتها لك كتير وانا بشرح. تحذف النون من جمع المذكر السالم في حاله الاضافه، مثل زي ايه؟ عاملوا النظافه ماهرون، هي اصل الكلمه عاملون، لما جبت وراها مضاف اليه ولسه حكيتها لك، المضاف اليه راح يضربها بالقلم راح طير النون، ما ينفعش. نون المثنى وجمع المذكر السالم بتتحذف لو جي وراها مضاف اليه، تمام كده؟ في حاجه تانية عايزه اقولها لك بالنسبه لجمع المذكر السالم. انا جيت في الامتحان قلت لطالب سنه 5 طلع لي جمع مذكر سالم، طلع يا واد جمع مذكر سالم، وراح لقى قدامه كلمه عيون. يا سلام، اقول له طلع جمع مذكر سالم يروح يقول لي عيون وفي حاله رفع. يا شيخ ليه؟ عشان اخرها واو ونون. طيب تعال نقارن ما بين عيون يا عم ومفلحون. طير الواو والنون هنا وطير الواو والنون هنا. هنا بقت فلاح رجع المفرد، وهنا بقت عي ما رجعش المفرد، الكلمه باظت. يبقى مش اي حاجه اخرها واو ونون او ياء ونون تقول عليها جمع مذكر سالم، ودي حاجه مهمه جدا. هو اساسا هو بيحط لك في الامتحان بيحط لك كلمات كتير اخرها واو ونون وياء ونون، في منها جمع مذكر سالم وفي منها ليس جمع مذكر سالم. عايز تتاكد ازاي؟ عشان لما تطلع من القطعه جمع مذكر سالم تطلع وانت واثق انك بتطلع صح. طير الواو والنون، طير الواو والنون، لو رجع المفرد يبقى انت صح، ما رجعش المفرد يبقى انت غلط. طب اديني مثال على الياء والنون وهيخدعني فيها. كلمه مساكين وبساتين وشياطين، الله يسامحه ضيع بها اجيال. طير كده الياء والنون، هل رجع المفرد؟ لا ما رجعش المفرد. امال ليه الكلمات دي جمع تكسير. يبقى خلي بالك وانت لما يقول لك طلع جمع مذكر سالم، مش اي حاجه اخرها واو ونون او ياء ونون تقول لي ده جمع مذكر سالم. لازم الواو والنون المفرد احذف الواو والنون واحذف الياء والنون يرجع لي المفرد. زي معلمين، تعال نقارن ما بين معلمين ومساكين، احذف هنا وهنا بقت معلم، هنا مساك، يبقى مين اللي جمع مذكر سالم؟ معلمين. لكن دي جمع مذكر سالم، لكن مش دي جمع مذكر سالم. دي جمع مذكر سالم بس مش دي جمع مذكر سالم. ليه؟ لما طيرت النهايات بتاعتهم دي رجع المفرد ودي ما رجعش المفرد، ده رجع المفرد وده ما رجعش المفرد. يبقى بالله عليك مش كل مره، مش اول ما تدخل على القطعه كده تدخل زي اللي ماسك شوال بيحدف فيه كل حاجه. ركز خالص وانت بتطلع جمع المذكر سالم انك تطير النهايه. لو رجع المفرد يبقى ده جمع مذكر سالم، ما رجعش يبقى ده ليس بجمع مذكر سالم.
ودول كانوا اخر حاجتين مهمين كنت عايزه الفت نظركم ليهم. اشوفكم في فيديو الملحقات باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.